احلى متابعين نوفا، عايزين تعرفوا طبق الكشري السريع الحلو ده اتعمل ازاي؟ خشوا شوفوا الطريقه، هيعجبكم قوي بسرعه وسريع سريع كده بدون اي حاجه، كل حاجه لوحدها، لا كله استوى في حله واحده. يلا خشوا شوفوا الطريقه واتعمل ازاي. ازيكم يا اجمل متابعين نوفا؟ بصوا انا جايه بقى معايا حاجه سريعه قوي وحلوه كده وكل دي الاكله المصريه بتاعت الناس كلها. بصوا انا على طول هقول لكم كده، انا هنا طبعا مخرطه البصل. انا معايا هعمل كشري، بس كشري سهل كله على بعضه كده، مش رز لوحده وعدس لوحده. لا. كله على بعض سريع سريع كده. ده هنا انا مخرطه بصلايه عشان هعمل التقليه. هنا دي كوبايه رز. يبقى كوبايتين عدس. انا بحط الرز اقل، ليه الرز اقل؟ عشان الرز بيزيد وبينفش. يبقى ايه، هنعمل الرز اقل من العدس. هنا هنا حلة حاطه فيها الزيت اهيت عشان هنزل بالبصل. وهنا الحمص سلقاه ومخلياه عشان احطه في الاخر. انا هقول لكم اول حاجه هعمل ايه. هعمل بالبصل دي للتقليه، مولعه على الحله اهيت كده اهو. البصل اهو ديت. انا هعمل التقليه دي بقى بعد ما تخلص هشيلها من الحله، ونفس الزيت بتاع التقليه هنزل بالشعريه عليه. يعني مش هحط زيت تاني ولا حاجه تانية، لا. انا بعمل لكم ايه، حاجه حاجه. والصلصه برضو انا بعملها اوريها لكم. الصلصه انا بعملها بالثوم. برضو بدق الثوم وبتاع، بس انا ايه هقول لكم حاجه حاجه عشان ما نلخبطش بعض. هنا كده ادي البصله اهيت. انا عشان البوتاجاز بس والصوت. اخلص البصل وهرجع لكم تاني بعد ما تعمل. بصوا يا احلى متابعين نوفا بقى، دي طلعت التقليه اهيت. بصوا على فكره هي، بصوا بتبقى ناشفه، طلعتها على منديل مطبخ كده بتبقى حلوه على فكره. هي مش غامقه ولا محروقه. بص ده عشان البصل الاحمر، ولو في بصل ابيض بيبقى حلو يا ريت. هنا بقى بصوا الحله هنزل كده بالشعريه نفس الحله، ويعني ايه مخليه كام واحده بصلايه كده من التقليه في الحله. هنزل بقى بالشعريه كده اهو. كل ما الشعريه بتاعته بتبقى كتيره بتبقى حلوه كده. بصوا في نفسها هقلبها برضه، انا ماشيه معاكم خطوه خطوه هتتحمر. وهنزل بعد كده بالرز والعدس وهحطهم الاتنين مع بعض ويتشربوا مع بعض. انا ايه بسهل لكم بس الامور كده، ايه هنستنى لما تحمر وهوريكم برضه هنعمل ايه. اجمل متابعين وببصوا الشعريه اتحمرت اهي. هنزل بقى بالعدس. على فكره العدس وانا غلياه يعني سلقاه، مش سلقاه كتير عشان ما يعجنش بعد كده. انا مديله غلوتين بس، وبعد كده طفيت عليه. والله جربوا الطريقه دي ساعدتكم. وهنزل بقى كمان بالرز. هسلق برضه الرز اهو كده. هديله بقى كله تقريبا مع بعض. هنزل بس بالملح الاول والكمون. حطيت الملح والكمون، هقلبهم بقى كده كلهم مع بعض، هديهم تشويحه. وبعدين هنزل بقى بيهم بالميه. وبعد كده يعني هغطي عليه بقى ونعمل الصلصه مع بعض. على فكره انا مش بعمل معاه مكرونه، عشان انا يعني مش ماليش في المكرونه قوي. حتى لما بجيبه من الشارع بجيبه برضو رز وعدس، مش ما بجيبوش في مكرونه. بقول للراجل يدهولنا رز وعدس. اللي حابب معاه مكرونه عادي، المكرونه بتتسلق وبتتحط فوق الطبق كده، ما بتتحطش معاه طبعا. جربوا كده ديت. انا هشوحه كده واحط له الميه وهوريكم بعد ما يستوي يتعمل ازاي، وهوريكم احلى طبق كشري. استنوني احلى متابعين نوفا. بصوا يا اجمل متابعين نوفا بقى، انا هنا دي هعمل الدقه. انا هنا حاطه في العلبه دي ملح، ليمون، كمون، شطه. هحط شويه خل، هحط حته تومه، وهنزل بنص كوبايه ميه. ادي شويه خل، دي الدقه، كمون وملح وشطه وليمون وخل وتوم. يبقى كام حاجه قلنا كده؟ 5 حاجات: توم، شطه، ملح، كمون، ليمون، خل. لا كده 6 حاجات. ادي حته توم اهي حاطينها. وهنزل بالميه. ادي الميه هنزل بالميه اهيت. طبعا انا ايه هشوف الميه وهشوف الملح وهنظبط بقى. دي ايه الدقه اللي ايه قلنا عليها. ماشي. انا هنا بقى مولعه على دي الدقه اهي. هقلبها كده اهي
نتقلب كلها مع بعض. طبعا ايه حسب بقى الكميه اللي عندكم تزودوا. لو محدش بيحب الشطه، بس طبعا الكشري لا يعلى عليه انه يبقى ايه بالشطه، بس اللي مش حابب الشطه ما يحطش الشطه، يعني بناقص الشطه بلاش الشطه يعني عامه يعني ايه، او حطوا سنه بسيطه. دي ادي كده الدقه ماشي. انا بقى هنا معايا الحله مولعه عليها بتاعه الصلصه، شويه زيت اهيت هنا، وهنزل بالتومه عليها. انا بس مش عايزه اعلي البوتاجاز عشان الصوت بيطلع في الفيديو. انا هنا دي كده التومه. بصوا انا محمره التومه دقها بملح، التومه عاملاها بملح اهي كده. دي تومه بملح، بس انا بعمل الصلصه بتومه. القوطه بقى عامله فيها ايه، القوطه ضرباها اهي، دي القوطه اهي هوريها لكم على ما التومه تعمل. دي القوطه ده انا ضربها وحاطه معاها قرن فلفل احمر، عشان الفلفل بيدي طعم حلو مع الصلصه. فلفل احمر بقى لو برضو متحبوش الشطه بلاش ما تحطوهوش. لو في قرن رومي عادي ممكن تحطوه، مش مشكله يعني، الرومي بيبقى حلو برضو بيدي طعم برضو مع الصلصه. بس لكن مش بعملها ببصل مش بعملها انا ببصل لا. يعني بصوا انا ماشيه معاكم، بصوا ما خدش ولا وقت ولا اي حاجه خالص، كله على بعضه. ده كشري ستي وامي الله يرحمها، يعني كشري الناس الجميله بتوع زمان دول، الله يرحم الجميع يا رب. ديت ادي التوم اهو بتحمر. انا مش عايزه بس اقرب لكم عشان الصوت صوت البوتاجاز عشان ما يطلعش بس يبقى عليه بالفيديو اهو. بصوا اهو كده هيتحمر يعني ايه، خلاص اهو يبقى يدوبك لونه ذهبي كده. وهنزل عليه بالطماطم المعموله بالفلفل، لان لو مش عايزين فلفل بلاش، عشان لو محدش بيحب الحامي، لو اطفال هتاكلوهم معاكوا او حاجه بلاش الفلفل اللي تضربوه في الطماطم. ممكن تحطوا فلفل رومي او ما تحطوش خالص. ادي انزل اهو بص حمرت اهي كده، ننزل ده كده بس خلاص. سيبها بقى الصلصه مع نفسها كده وهيبقى احلى طبق كشري ان شاء الله. بصوا انا عايزه اوريكم قبل ما بصوا ادي الكشري، بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا مفلفل بقى لونه، بصوا بيطلع جميل ازاي وحلو. بصوا هقلبه لكم كده واوريكم، بصوا ما خدش وقت خالص. بصوا مفلفل ازاي ولونه حلو. بصوا يعني هو ده كده بيتشرب اهو. انا هقلبه تقليبه بس كده وانا معاكم اهوت، وهحطه بقى في عليه تاني وعمل ما الصلصه تخلص بقى ويتغرف ويتاكل، وبالهنا والشفا اللي هيعمل واحلى طبق كشري. يلا هوريكم الطبق النهائي في الاخر، استنوني. بصوا احلى متابعين نوفا بقى، احلى متابعين نوفا، ادي هو ده الشكل النهائي بقى لطبق الكشري. يلا حاجه خفيفه وسريعه اهيت. على فكره انا نسيت اقول لكم، الحمص حاطه مع الميه شويه ملح وشويه كمون، اما بعد ما اتسلق واستوى كده قمت حطيت حبه ملح وحبه كمون. وفي الصلصه برضو زي ما قلت لكم كده ضربها بقرن فلفل، عايزين الفلفل عايزين مش عايزينه حطوا بقى. انا حاطه في الصلصه كمون وملح وفلفل اسود. يلا وعجبكم بقى الطبق، بصوا جميل وبيزغلل ازاي كشري البيت الحلو ده اهوت. انا بس خايفه ان انتوا تقولوا التقليه دي متحمره شويه، لا والله هي مش متحمره او مش محروقه، هي بس عشان البصل ده احمر، اما بيبقى احمر. لكن اللي عنده بصل ابيض يجربها بالبصل الابيض هتبقى ذهبي وحلو. بس انا اللي كان عندي حاليا البصل الاحمر مش البصل الابيض. فيلا لو عجبكم بقى كله يعمل اشتراك للقناه عشان تفعلوا زر الجرس ويوصلوك كل جديد. وما تنسونوش في اللايك، حطوا لايك 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 لايك. يلا احلى متابعين نوفا واشوفكم على خير.